السلام عليكم ورحمة الله. اليوم لن أتحدث عن كتاب، وإنما عن بودكاست يدعونا للقراءة ومعرفة الله عز وجل. وهذا البودكاست في قناة فاهم للشيخ أمين الأنصاري، فهو يدعونا عن معرفة الله. لماذا؟ لأن معرفة الله عز وجل قبل العبادة. إذا عرفت الله عز وجل حق معرفته فستعبده حق عبادته، فلهذا المعرفة تسبق العبادة. كذلك أي معلومة عن الله عظيمة. أي معلومة عرفتها على الله عز وجل ستغير مجرى حياتي. مثلا علمت أنه رحمن، سيطمئن قلبي وسأعلم أنه سيرحمني. لدي ذنوب كثيرة وحائرة من أمري، ماذا سأفعل؟ وعلمت أن الله غفور يغفر الذنوب جميعا، سأستغفر وأعود لله عز وجل. وبالتالي أي معلومة عن الله عز وجل فهي عظيمة. بعد معرفة الله عز وجل وبعد اكتساب معارف واكتساب معلومات التي ستقربني من الله عز وجل والتي ستجعلني أكون دائما في معية الله عز وجل، سيتعلق قلبي بالله. فلهذا التعلق بالله يأتي بعد معرفته. وكيف تعلق قلبك بالله؟ تعلق قلبك بالله بذكر الله عز وجل، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالصيام، اجتناب المعاصي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه العبادات ستقربك من الله عز وجل وستعلق قلبك به. ويبقى السؤال: من هو الله؟ الله هو الرحمن الرحيم، رحمني حينما ضاقت سبلي وجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، سمعني عندما ناجيت ربي إني أمتك تب علي وأبدل سيئاتي حسنات، عندما أضلت السبيل قلت ربي آتني من لدنك رحمة وهيئ لي من أمري رشدا، فاستجاب لي الرحمن الرحيم العظيم القادر المقتدر القوي المتين. أنا العبد الضعيف، استجاب لي الله عز وجل بعظمته وقدرته. من أنا ليستجيب لي الله رب الكون؟ استجاب لي الله لأنه رحمن رحيم، خالق بارئ قريب سميع. وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى يدعونا لندعوه لكي يستجيبوا لنا رغم خطايانا، رغم ذنوبنا، رغم كل الأخطاء التي نرتكبها، لكن هو الرحمن الرحيم يستجيب لنا. نعم الرب ربي وبئس الأمة أنا، نعم الرب ربي وبئس العبد أنا. هذا البودكاست بعثته لي صديقة، حيث أرسلت لي رابط الفيديو وقالت لي: شاهدي هذا البودكاست، ستنطق الشهادة بعد مشاهدتك له. هذا ما حفزني ودفعني لي أشاهد هذا الفيديو. فلما بدأت أشاهد البودكاست استحييت من نفسي. فنحن
مهما عبدنا الله عز وجل وأطعناه فلن نوفيه حقه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا جهلاء، وهذا عائد لجهلنا بالله عز وجل وعظمته وقدرته. فلهذا نحن مقصرين في العبادة، في الطاعة، في حق الله عز وجل. إذن ما السبيل؟ السبيل لطاعة الله عز وجل وعبادته هو العلم والمعرفة، وهذا هو الفرق بيننا وبين الأنبياء والعلماء. الأنبياء والعلماء عرفوا الله عز وجل حق المعرفة، وهذا ما يدفعهم للتقرب من الله عز وجل والتعلق به، ويعيشون بمعية الله عز وجل، ويهيبون حياتهم في سبيل الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالأنبياء والعلماء تتمحور حياتهم على الله عز وجل، كل ما يقولونه بغية مرضاة الله عز وجل، وكل ما يفعلونه لله عز وجل. أما نحن باقي البشر لا نفعل ذلك. لماذا؟ لأننا نجهل أو لا نعرف الله عز وجل. فكيف نعرف الله عز وجل؟ لله عز وجل 99 اسم، إذا أحصيناها أو قرأناها سنكون قد عرفنا الله عز وجل، ليس تمام المعرفة ولكن سنكون قد عرفنا. مثال، كما قلت في بداية الفيديو، إذا كنت تعلم أن الله الرحمن الرحيم ستعلم أن الله رحمن على جميع الكائنات والمخلوقات، ورحيم بالمؤمنين، سيطمئن قلبك. إذا علمت أنه خالق بارئ مصور سترتاح وترضى على خلقك، لأن الله هو الذي خلقك، وسيمكنك هذا من أن تحب نفسك وتتقبلها. الغفور يغفر الخطايا المتكررة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما تعددت ذنوبنا، مهما أخطأنا، مهما قمنا بالمعاصي والذنوب، فباب التوبة دائما مفتوح. لماذا؟ لأنه هو التواب الرحمن الرحيم الغفور الغفار. كذلك هو الغفار، يغفر ويجزي. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بما أن هذه القناة بين قوسين قناة الكتب والمعرفة والثقافة، فمهما قرأنا من الكتب الدنيوية ومهما أصبحنا مثقفين ذات مكانة مرموقة في المجتمع، سنظل جهلاء إذا كنا لا نعرف الله عز وجل. لا بأس أن نقرأ الكتب الدنيوية، بل هذا يزيد من معرفتنا وثقافتنا، كذلك الوعي والإدراك بالدنيا والأمور الدنيوية. بالإضافة إلى هذا يجب أن نعرف الله عز وجل، وذاك البودكاست يتحدث عن معرفة الله عز وجل ويدعونا لمعرفة الله عز وجل. وأنا بدوري أقول لكم اقرأوا الكتب، جميع الكتب، ولكن لا تنسوا الكتب التي ستعرفنا على الله عز وجل. هذا الفيديو سيكون قبل رمضان،
شهر المغفرة والرحمة والتسامح والعفو، فلنجعله شهر المعرفة، معرفة الله عز وجل. اقرأوا. دمتم سالمين، إلى اللقاء.